انت عارف انك ممكن تغير المبيد ومع ذلك انت لسه بتكون بتكرر نفس طريقه الرش. تعال اشرح. ممكن تكون عندك عبوتين مكتوب عليهم ماده فعاله مختلفه والشركه كمان المصنعه مختلفه، ده غير ان العبوتين نفسهم مختلفين عن بعض، لكن المادتين دول بيأثروا على الحشره بنفس الطريقه، يعني الاثنين بيستهدفوا نفس الجزء في جسم الحشره او نفس الوظيفه جوه جسم الحشره. وساعتها لما تستخدم المبيد الاول وبعدين تقول خلاص انا هغير المبيد وتبدا تستخدم المبيد الثاني، انت فعلا غيرت العبوه. لكن بالنسبه لاداره المكافحه انت كده ما عملتش حاجه. ممكن تكون لسه بتضغط على الحشره بنفس المبيد او بنفس الطريقه اللي انت عملتها اول مره، ودي غلطه ناس كتير بتعملها. كل شويه تغير الاسم التجاري او كل شويه تغير نوع الماده وتفتكر ان كده الحشره بتتعرض لماده جديده مختلفه، مع ان هنا المهم مش اسم المنتج او اسم الماده الفعاله، المهم هنا الماده الفعاله دي بتشتغل ازاي. لان تكرار نفس طريقه التاثير بتخلي الحشرات عندها قدره اكبر على تحمل الطريقه دي، بالتالي بيظهر عندك المقاومه. والتغيير الحقيقي مش انك انت تجيب شركه تانية او تجيب عبوه مختلفه من المبيد، التغيير الحقيقي انك تغير مجموعه كيميائيه بشكل كامل عشان تغير تاثير الماده على الحشره دي، لان كل مجموعه كيميائيه ليها طريقه تاثير على الحشره. عشان كده احنا بنقسم المبيدات لمجموعات حسب طريقه تاثير المجموعه على الحشره دي. فالمره الجايه لما حد يقول لك جرب مبيد جديد او جرب منتج جديد، لازم تعرف اصلا انت رشيت ايه واللي رشيته ده اثر على الحشره ازاي، والماده الجديده اللي انت هترشها دي لازم تعرف هي بتاثر على الحشره ازاي عشان ما تعيدش نفس طريقه المكافحه اللي انت عملتها وتقول في الاخر انا ما جابش معايا نتيجه. ولما حد يجي يسالنا انا غيرت المبيد 3 4 مرات وما لقيتش نتيجه، اعرف ان ده سبب من الاسباب. وعشان كده دايما بننصح اي حد يكون طالب شركه مكافحه او تمت المكافحه عنده لازم تعرف ايه المواد الفعاله اللي اترشت لك، عشان بناء عليها لما تيجي تقول ان انا ما حصلش معايا نتيجه تبقى عارف انا رشيت ايه والماده دي ما جابتش معايا نتيجه ليه، عشان لما تيجي تبدا تاني او تيجي تختار مبيد تاني تبقى بتختار مبيد ليه طريقه تاثير مختلفه، مش بتعيد نفس الموضوع من اول وجديد وتقول في الاخر ان الماده دي ما جابتش معايا نتيجه او ان للاسف باقي الفراش مش بيخلص. لو عايز تعرف معلومات اكتر عن مبيدات الحشرات تواصل معانا.